ومن غير اي حاجه ومن غير اي حساب السودان بتاخد 14. وبالمناسبه احنا بناخد لان السودان ما بتستهلكش ال 14 فبناخد كمان من حصه السودان. وعشان المساله تبقى واضحه وتبقى جغرافيا بجد، يعني جغرافيا على علوم، انه نسبه كل مواطن في العالم يشرب ميه 1000 لتر 1000 متر مكعب في السنه لكل ده الحد الادنى، ده اللي بيسموه حد الفقر. عارفين زي حكايه دولار في اليوم، تصرف دولار في اليوم يبقى انت ده انت فقير، حد الفقر ده. ففي حد الفقر المالي اللي هو دولار في اليوم، يعني حد الفقر المائي بالهمزه واليه 1000 متر مكعب في السنه. انتوا عارفين نصيبنا احنا كمصريين كل واحد فينا ايه؟ 700 متر. قال لا ده احنا تحت خط الفقر المائي مش المالي بس. طيب ايه اللي مخلي الافارقه كانوا يسكتوا؟ كانوا وليه يوافقوا معجبين كمان وفرحانين ويقول لك هل من مزيد ويلا خدوا يا مصريين. هي بقى حكايه الحقوق التاريخيه دي. زمان سعادتك في الخمسينات لما وقعنا الاتفاقيه دي سعادتك والدول دي كانت محتله سعادتك، كان عندنا واحد سعادتك رئيس زعيم عندنا اسمه جمال عبد الناصر سعادتك. وبالمناسبه كان اسمه جمال عبد الناصر حسين عشان يعني ده اسمه الثلاثي يعني. فجمال عبد الناصر حسين ده سعادتك كان له دور قوي في افريقيا، وكان بيودي رجالته بتوع المخابرات والسياسيين يعملوا ايه؟ المجتمعات دي كلها تحت الاحتلال، فكانوا بيدعموا هذه المجتمعات بايه؟ القوى الثوريه اللي هناك بقى، الثوار اللي زينا كده اللي كانوا عايزين يثوروا ضد الانجليز ومش عارف ايه، فيلم القاهره 30 والحاجات دي، واللي بيعملوا مقاومه مسلحه. فاكرين الافلام بتاعت مصر زمان، افلام مقاومه في بورسعيد والمقاومه اللي انا بكلمك على الافلام لاني انا متاكد انك ما قريتش تاريخ، فانا بكلمك على الافلام اللي شفتها يعني. هم برضو كانوا بيعملوا مقاومه سعادتك علشان يحرروا ارضهم. فجمال عبد الناصر كان بيمدهم بايه؟ بالخطط، بالرجال اللي بيدعموا وبيخططوا وحاطين ايديهم في ايدين بعض، بالسلاح والذخيره. جمال عبد الناصر لما كان وبالفلوس والمال، وبانهم يقعدوا في القاهره يبقى ده مركز قياده ومركز عمليات الحركات الثوريه لافريقيا. فانتهى الامر الى ايه بقى؟ ثم كمان يطلع مندوب مصر في الامم المتحده هو وفي دول عدم الانحياز يقول الناس دي لازم تتحرر والناس دي ندافع عنها والناس دي. فالدول دي كلها تحررت والثورات دي كلها نجحت بفضل مين سعادتك؟ بفضل جمال عبد الناصر ومصر طبعا. فأصبحت الدول دي مدينة لمصر، حاسة بفضل مصر وبخير مصر عليها، حررتها من الاحتلال. في أكتر من كده، خلتها حرة نفسها، خلتها قائدة مجتمعها، حررتها من مئات السنوات من الذل ومن استخدامهم كعبيد ومن استنزاف ثرواتهم ومن افقارهم. فكان ياخد 55 مليار متر مكعب، ده ياخد عينينا سعادتك. فلما مات جمال عبد الناصر وعدت الايام، جه بقى الرئيس السادات وما بعد الرئيس السادات تعاملوا مع افريقيا دي على انها هاموش. كان كل بلد في افريقيا فيها مصريين، سواء شركات مصريه، كان فيها بعثات دبلوماسيه كبيره، كان فيها الازهر، كان فيها قوه حقيقيه اللي بيسموها بقى القوى الناعمه، والقوى الماديه كمان، كلها كانت موجوده في الدول دي، خصوصا ال10 دول دول يا جماعه اللي احنا بنشرب وبناكل من خيرهم. ماشي الكلام؟ فلما نسيناهم تماما وقعدنا نقول مين افريقيا دي رخره وايه عبد الناصر وبدت ثروه مصر وادى مش طبعا كل بامانه شديده الدعم اللي عمله عبد الناصر شوف عبد الناصر في العبر على راي احمد فؤاد نجم، عمل حاجات كتير معجزه وعمل حاجات كتير خابت، لكن في النهايه لازم وانت تقيم صح. كل اللي عمله جمال عبد الناصر في افريقيا ده بالمناسبه والله العظيم 3 ما كلف قد قرض واحد من قرض رجال الاعمال من اي بنك في مصر، عشان المسائل تبقى واضحه يعني.
ثم خد مقابل ده الكثير جدا، مش بس دعم سياسي من افريقيا، ولا لا، خد خير، خد ميه، خد اتفاقيه اهو لسه بالناضل عشان تستمر. يعني ارجو انكم ما تزهقوش مني ان احنا بنشرح المشهد، عشان انت ليك دور، لازم تعمل حاجه انت اخر. يعني احنا مش قاعدين على الكلام كده يعني نتفرج على نفسنا، لازم نشوف هنعمل ايه. فلما احنا نسينا افريقيا تماما حصل حاجتين. الحاجه الاولانيه انه الشعوب دي نسيتنا، والحكومات دي كمان اللي كان خير عبد الناصر وخير مصر عليها مشت، تبدلت، وانت ما بنيتش اي علاقه مع الحكومات التاليه، ولا كان ليك بقى ناس من مربيهم بقى من صغرهم على حب مصر والانتماء لمصر والعلاقات الاستراتيجيه بمصر، وجايين مصر وراجعين من مصر وياخدوا من مصر ويجي لهم دعم من مصر. ما عملتش ده خالص بقى، انت نسيت الموضوع، نسيت افريقيا اساسا. ها، وهقول لك ازاي نسيت افريقيا. فانتهى الامر ان الشعوب دي نسيتك وقادتها وزعمتها طبعا. والحاجه الثانيه ان في ناس ثانيه افتكرت افريقيا، وهي سعادتك اسرائيل. اسرائيل قررت انها تنزل لك تحت وتلعب في الشكمان بتاعك، وتلعب في الموتور من تحت، ها، وتبوظ لك العربيه. فانت وانت ماشي بالعربيه كده، يعني العربيه بتعمل كده ليه؟ ايوه بص يا عمي شلك الشكمان، خد بالك. فنزل هو على افريقيا وبدا يعمل العلاقات اللي عملها جمال عبد الناصر زمان، وبدا يدعم ويدي فلوس. ده بدا ياخدهم يلعبوا هناك، يربي العيال اللعيبه بتاعه الكوره هناك في اسرائيل. فطوقك من تحت. انت عارف فيلم النص صلاح الدين، تريدوني في الممر؟ حسنا انا قادم اليك في الممر. فهو نزل لك من تحت، عمل العلاقات دي ونمى وكبر. وكمان ده عمل حاجه، ده خد اليهود بتوع الفلاشه من اثيوبيا، وفي قدر هائل من الافارقه اللي هم مش يهود ولا حاجه، راحوا قعدوا في اسرائيل دلوقتي وبيشكلوا جزء من صناعه الراي العام والقرار الاسرائيلي. فحصل لك التطويق ده وانت ولا هنا خالص. وفجاه فعلا فجاه صحيوا من النوم في مصر السنه اللي فاتت، يعني مش من بعيد قوي، السنه اللي فاتت صحي من النوم كده، يعني شاف ايه، طصوا وشهم بشويه ميه، وفجاه اكتشفوا انه دول حوض النيل غير كلامها، ودول حوض النيل عندها افكار جديده، ودول حوض النيل عايزه تتفق اتفاقات جديده، ودول حوض النيل بتقول كلام جديد. يا نهار اسود، مش ده اتفقنا؟ ما اتفقناش على كده يعني. فانت اخذت لانهم لما خدوا القرارات دي بقى، ودي الكوميديا بقى، دي الكوميديا الحلوه قوي، دي الملعوبه اللي لو اتعملت في فيلم تقول لا فيها مبالغه، المؤلف بيبالغ. اعلنوا الاتفاق ده اذ فجاه فين؟ في اسكندريه. كنا عازمينهم احنا سعادتك في اسكندريه، في مؤتمر في اسكندريه، مع ان نهر النيل ما بيروحش اسكندريه، وقعدنا معاهم في اسكندريه، وبقى هم قاعدين الوزراء والسفراء والخبراء والغفراء، اكتشفوا انه ايه ده بيبيعونا، ده بيقولوا كلام ضدنا خالص في اسكندريه. واحنا بقى لاننا ناصحين قعدنا نعمل معاهم علاقات ومفاوضات ونطمئن وكل الوضع مستتب يعني. وبعدين خدناهم بقى شرم الشيخ، مع انه ما فيهاش نيل برضه، خدناهم شرم الشيخ. والمناسبه شرم الشيخ دي في اسيا مش مهم، خدنا الدول الافريقيه نجتمع في اسيا في شرم الشيخ. اذا كان اساسا مصر عملت مؤتمر القمه الافريقيه بتاعتها في شرم الشيخ، اللي هي في اسيا اساسا شرم الشيخ. المهم، فخدوا الدول دي وراحوا في شرم الشيخ، ما فيش بقى الشهر اللي فات. فقامت الدول دي سكعانه حته لا مؤاخذه شلوت، مش معقول يطلع من نفوخنا يعني. فعلا لو احنا يعني عندنا شويه من الاحمر ده كان يعني طلع من نفوخنا. وقامت قالت لك احنا نعمل اتفاقيه، وانتوا احرار، انتوا السودان مش اشربوا من النيل بقى، اشربوا من البحر. فاسقط في يدينا. دلوقتي بقى احنا قدام ايه؟ الدوله بتاعتنا. طب طمنوا، وضع مستتب. وانا سمعت بودني دي فيها السماعه دي، بودني دي والله، وبعيني دي شايف الراجل وهو بيتكلم مسؤول مصري كبير بيقول يا جماعه مفيش حاجه، دي الازمه دي حتى لو ظهرت هتظهر سنه 2017. يا نهار اسود. اولا بيتعامل على انه 2017 دي بعد قرن مثلا، وواضح انه مش هيبقى هو قاعد في الكرسي يعني في 2017، انما كانه 2017 دي تبعد علينا سنوات ضوئيه، وكانه خلاص مش مهم، اطمنوا يعني ايه يعني 2017
مع ان قطر مقدمه لملف تنظيم كاس العالم 2022، انما احنا مش مهتمين ان احنا هنعطش وما نلاقيش الميه مثلا سنه 2017. الدوله